تابعنا على مدى الأيام اللي فاتت مشاكل اللاعب محمد ناجي جده، ولكن المشاكل اللي احنا فاهمين انه طرفيها هم الأهلي والزمالك والفيصل أو الحكم هو اتحاد الكرة المصري. المشاكل الجديدة مصدرها الإسماعيلي. ليه؟ لأنه جده لعب امبارح في المباراة ما بين الأهلي والإسماعيلي، ومجلس إدارة نادي الإسماعيلي قرر أنه هيتقدم باحتجاج رسمي للاتحاد الأفريقي على مشاركة المهاجم الدولي محمد ناجي جده لاعب الأهلي خلال مباراة الفريقين في مباراة الذهاب الخاصة بدور الثمانية لبطولة دوري رابطة الأبطال، واللي انتهى بفوز الأهلي بنتيجة 2-1. نصر أبو الحسن رئيس نادي الإسماعيلي قال أنه اللاعب موقوف محليا ولا يحق له المشاركة في دوري رابطة الأبطال. احنا معانا على التليفون اللواء صفي الدين بسيوني، وهو عضو اتحاد عضو اتحاد الكرة المصري. برحب بحضرتك معانا يا سيادة اللواء. اهلا وسهلا شريف، اخبارك؟ اهلا بحضرتك. الله يخليك. يا ريت حضرتك تفهمنا اولا، هل النادي الاسماعيلي تقدم بشكوى بالفعل للكاف ولا اتحاد الكرة لسه ما عندوش معلومات عن هذا الموضوع؟ لا، انا شخصيا ما اعرفش، انا شخصيا مش عارف. يعني طيب هل تقدم في الاتحاد، لكن انا عشان في اجازه فمش عارف. طيب هل يحق الشكوى او الشكوى على اساس عملي؟ لان احنا عارفين انه كان في قرار سابق بوقف جده محليا، لكن هل وقف جده محليا لا، ما كانش قرار كده، كان القرار وقفه لحين انتهاء التحيات. لحين انتهاء التحيات. انتهت التحيات. فالقرار بيترفع اوتوماتيك آليا، يعني بيرجع يلعب؟ طبعا. هو كان الايقاف، كان قادر كده الايقاف لحين التحقيق مع اللاعب. طيب والايقاف يترفع حتى لو لم يتم حتى الان سداد الغرامه الماليه اللي تم توقيعها على اللاعب؟ لا، ما الغرامه الماليه بتتسدد، ملهاش علاقه. يعني الغرامه الماليه بتتسدد. يعني ملهاش علاقه بالموضوع، لكن هو كان الايقاف بتاعنا احنا كنا واقفين لغايه لما نحقق معاه. الو؟ ايوه انا سامع حضرتك. يعني احنا كنا واقفين لغايه لما نحقق معاه. حققنا معاه وادينا له العقوبه اللي هم الاتحاد شافها يعني. واترفع الايقاف بشكل آلي. بالظبط كده، المفروض كده. لواء صفي الدين، شكرا جزيلا على وجودك معنا، عضو اتحاد الكرة المصري، شكرا على وجودك معنا.